الشعرايه. طب ما هي كل 3 ايام يعني في ناس بتقول ان احنا بنغسله كتير بيقع، بيؤدي لتساقط الشعر، ده صح؟ لا ده مش كتير، غير معقول. عشان خاطر كتير او قليل بيبقى غلط. المعدل الطبيعي كل 3 ايام بالنسبه لغسيل شعر، غسيل كامل. احنا بنتكلم اساسا غسيل كامل. تمام. في ناس بتقول لك احنا بنصلي او بنتوضا، في واحد بيقول لك انا عايز اغسل شعري كل يوم، واحد بتقول لك انا ما بطيقش الحر. فالقصه كلها الشعرايه هتتغسل بدون الشامبو بتاعها او الطريقه السليمه اللي هي بتتغسل طبعا ضاره بالنسبه طبعا للشعر والجلد. طيب تمشيط الشعر، يعني كتير مننا يعني لما نمشط شعرنا بنعمل طريقه غلط، يعني في ناس بتمشط من فوق لتحت وفي من تحت لفوق، وده طبعا بيتقطع يعني بيؤدي لتساقط، واحنا يعني نمشط شعرنا بشكل صحيح وسليم ازاي؟ اول حاجه اختيار الخامه اللي بتسرح فيها المشط نفسه. او مشط او فرشه. في طبعا في بلاستيك معالج، وده طبعا بيبقى خطر. البلاستيك عامة؟ لا بلاستيك لا مش عامة، يعني بلاستيك معالج نوع يعني نوع بلاستيك سيء معالج. في بلاستيك اللي هو اللي مش معالج ده حضرتك بتعرفيه طبعا بدرجة نار بتجيبه بتبقى تحرق الفرشة بتعرف اذا كانت فعلا سليمة او ما بتسيحش. لما بتسيح تبقى ده نوع مظبوط. بس يعني اختيار عشان خاطر برضه الفرشة بخامات غلط، ممكن تكون مغناطة او يعني الفرشة نفس الكلام برضو نشوف بالنار. كل حاجة. هو يفضل طبعا يا مشط يبقى خشب يا اما فرشة بلاستيك. في حاجة بتبقى عظم كده. ده احنا بنتكلم في الاضمن، بنتكلم في الاضمن والمفيد للشعريه.